السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة الماجيكو. قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم يا رب العالمين. لقاء 41 دقيقة. طبعا يمكن كلنا عارفين ان لقاء سموحة وبيراميدز كان متأجل بسبب الحريق اللي كان حاصل في الاستاد. النهارده بيستكملوا بقية اللقاء. يمكن طلع بيان من لجنة المسابقات ان اللقاء مش هيتعاد، اللقاء هيستكمل. يمكن النهارده بيلعبوا 41 دقيقة طبعا من اصل الشوط الثاني. يمكن كلنا عارفين ان اللقاء اتوقف في الشوط الثاني في اول 4 دقائق تحديدا من الشوط الثاني. النهارده لجنة المسابقات بتكمل اللقاء من بداية الدقيقة 41 او 49. لعبنا 41 دقيقة يبقى كده بدأنا من دقيقة 49. النهارده بيراميدز بيواصل تألقه طبعا في صدارة الدوري. الفوز ال 13 على التوالي، قدر ان هو يصل للنقطة 65 في المركز الاول. كده يمكن بيراميدز بيضغط على النادي الاهلي بحته ان هو يعني 13 مباراه على التوالي فوز متتالي، في حته ضغطه على النادي الاهلي في ظل ان النادي الاهلي الفرق بينه وبين بيراميدز طبعا يمكن باللقاء النهارده كده اللي بيراميدز لعبه 5 لقاءات. يمكن كلنا عارفين ان النادي الاهلي عنده 52 نقطه من 21 مباراه. النهارده بيراميدز بيصل للنقطه رقم 65 من 26 مباراه. فبالتالي كده 5 مباريات بينه وبين النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي برضو واصل للمباراه رقم 10 على التوالي. يمكن الفرقتين الموسم ده بيعملوا كل حاجه في الكوره، حتى في الارقام متشابهه. يعني 5 مباريات ما بين ده وبين ده متاجله طبعا. 3 مباريات في الكلين شيت او بالفوز. الارقام قريبه من بعضيها. بنشوف طبعا الجون الاول لبيراميدز فيست الماليلي. الجون الثاني جون محمود مرعي. يمكن الجون الاولاني طبعا كان في اللقاء اللي اتاجل. النهارده بيستكمل طبعا. يمكن النهارده فيه هدفين، محمود مرعي وفخر اللقائي. ده بالنسبه لنادي بيراميدز. اما نادي سموحه طبعا كان قدر يحرز تقدمه بهدف حسام حسن من ركله جزاء. طبعا في المباراه طبعا اللي اتلغت اللي هي استكملت النهارده قدرنا نشوف سموحه بتسجل الهدف الثاني. يمكن اسيست او 1 2 بينه وبين حسام حسن بطريقه ممتازه جدا في ال 18. بكل سهوله بيقدر حسام يعمل له اسيست ولا اروع. بيقدر فردي فريد يحط جون ولا اروع من كده. النهارده بنقدر نقول ان الدوري فيه منافس شرس زي بيراميدز. يمكن الزمالك ابتعد بنسبه كبيره عن الدوري. الزمالك يمكن في المركز ال11 طبعا. الزمالك وفاركو هيلعبوا بكره ان شاء الله مع بعض في الساعه 7 اللي يستكمل بقيه مبارياته. طبعا شفنا بعد البيان اللي كان طالع من نادي الزمالك قدر ان هو يلعب مباراه سيراميكا وهيكمل مباراته طبعا هيلاعب فاركو. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها رحيل نجم النادي الاهلي محمود كهربا. يمكن الفتره اللي فاتت يمكن كولر من نوعيه المدربين اللي يعني ممكن تشيل اللاعب. حصل موقف يفضل مخزن للاعب لغايه ما يلاقي طريقه ليه بان هو يحاول يعاقبه بيها. فبالتالي بنشوف محمود كهربا النهارده كولر رفض عدم حضوره للمران الجماعي. يمكن كانت البدايه في الاول يعني ليها فتره كبيره طبعا ايام فرح اخت كهربا وان هو استأذن من كولر ويعني يمكن حضر الفرح طبعا وما سافرش مع الفرقه. يمكن دي كان اقرب المواقف اللي بينه وبين مارسيل كولر. يمكن كولر النهارده بنسبه كبيره كلف لجنه التخطيط بالنادي الاهلي بان هي يعني تشوف عرض للاعب، بان هو مش عايز اللاعب في الفتره المقبله. فتح يعني للاعب مجال بان هو يقدر ان هو يحترف، يقدر ان هو يشوف عرض بره. فبالتالي كولر بلغ لجنه التخطيط بان هو مش هيكمل مع اللاعب او اللاعب مش هيبقى متواجد معاه الفتره اللي جايه. يمكن كان في كذا عرض طبعا من الدوري المصري بالنسبه لمحمود كهربا، بس العرض اللي كلنا سامعين عنه الفتره اللي فاتت عرض نادي الاخدود السعودي. يمكن ده العرض الوحيد اللي بالنسبه لكهربا في الانديه اللي خارج مصر. يمكن من ضمن الحاجات اللي بتمناها ان كهربا يطلع على سبيل الاعاره او يطلع احتراف. اللاعب
يعني فعليا محتاج ان هو يشارك بصفه اساسيه او بمباريات اساسيه. اللاعب عايز مدرب يشتغل عليه حمل بدني بطريقه كبيره جدا، اللاعب بدنيا واقع بنسبه 90%. فبالتالي هيكون الافضل ليه حته ان انت تقدر تطلع مثلا اعاره سنه ولا بيع سنه مثلا، ونهائي مثلا زي ما يحب اللاعب، يقدر ان هو يشارك بصفه اساسيه، بحيث ان هو يقدر ان هو يسترد مستواه مره تانية. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ما ننساش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.